احلى مسا عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده عملنا لكم بقى كده بيتزا باسهل طريقه واسرع طريقه. بصراحه ما خدتش وقت خالص، والمكونات بتاعتها سهله جدا وحيرة على الاكل كل يوم. قلنا نعمل بقى كده حاجه خفيفه. عملناها باللحمه المفرومه وعملناها بالسوسيس. بصوا العجينه هشه وجميله جدا، وان شاء الله هتعجبكم وجربوها وقولوا لي ايه رايكم. ما تنسونيش بس في اللايك. تعالوا بقى نشوف المكونات مع بعض. جبنا كوبايه من الميه الدافيه، وحطينا معلقة سكر ومعلقة خميرة فورية. هنقلبهم طبعا كويس جدا. هنحط معلقتين هرميين كده من لبن البودر، بيخلي طعمها جميل جدا. وفي ناس بتحط لبن بدل المية، بس احنا قلنا يعني نعملها كده ونجربها ونشوف الدنيا يعني. حطينا نص كوباية زيت، حطينا حبة صغيرة بس منها، نص كوباية الزيت حطينا نصها. طبعا جبنا الدقيق معانا 3 كوبايات من الدقيق. طبعا دي اول كوباية معانا. هو دي بتاعنا نضيف وكل حاجة، بس بننخلها عشان خاطر ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة كده في الدقيق، والعجينة بتاعتنا تبقى كويسة. في ناس بقى بيحطوا برضو، واحنا حطينا على فكرة رشة ملح على الدقيق برضو، بس الكاميرا ما جابتهاش. دي كده 3 كوباية. في ناس بيحطوا بيكنج باودر، بيحطوا حاجات تاني كتير، بس احنا قلنا نجربها كده معاكم بأسهل طريقة. بس ميورة بنتي بقى اللي بتعمل بايديها، بتحاول تلم بقى العجينة اهو. هتلمها كده بالمعلقة، بس هتشيل بعد كده المعلقة وهتستعمل بقى ايديها تلمها كده بايدها. بصراحة كانت سهلة جدا يعني، ما خدتش وقت خالص. اللي قعدت بس ساعة في اللي هي تخمر. طبعا هي ما خدتش دقيق تاني ولا خدت اي حاجة تاني. هي قعدت بقى تلمها كده، بس لزقت شوية في الاول، بس بعد كده وصلت معانا للقوام ده. بصوا بقت عاملة ازاي. بتنزل بالزيت واحدة واحدة كده برضو، وتعجن تاني لحد ما توصل بالعجينة تبقى معاها طرية ويعني وحلوة، مش ناشفة كده. هتقعد تعجن فيها شوية. يا دوبك هي ما خدتش نص الكوباية بتاعة الزيت كمان، يعني هي ما خدتش الكمية كلها بتاعة الزيت. هي خدت بس كده يعتبر ربع كوباية من الزيت، مش كتير يعني. بس كل شوية بتحط لها حبة كده. بس وصلت معانا بقى، بصوا عاملة ازاي، بقت جميلة جدا طرية معاها وبتلزقش خالص. اديتها بقى كده يعني عجنة كده حلوة كويسة. وهنسيبها بقى خالص لمدة ساعة. هنغطيها ونحطها في مكان دافي لمدة ساعة، عقبال ما تخمر معانا وعقبال ما نحضر الحشوة بتاعتها. طبعا معانا 3 من السوسيس، ومعانا اللحمة المفرومة كنا معصجينها معاكم قبل كده في القناة برضو، كنا عاملين بيها البطاطس. طبعا هنجيب السوسيس بتاعنا ده كده صينية واحدة من السوسيس. نعمل واحدة بالسوسيس والتانية باللحمة المفرومة المعصجة. في ناس بقى بيحطوا سجق، بيحطوا جمبري، بيحطوا قطع فراخ، يعني حسب الحشوة اللي انت عايزاها. بصوا العجينة بتاعتنا عدى الساعة طبعا وخمرت معانا وبقت زي الفل اهو، ولا بتلزق ولا اي حاجة خالص. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنقطعها بقى كده، هنقسم العجينة 2. هنقسمها 2 بالظبط عشان خاطر يبقى صينيتين، هنعملها على صينيتين. بس كده ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت تحفة يعني. بصوا العجينة عاملة ازاي معانا. هنجيب الصينية بتاعتنا هندهنها رشة زيت كده بسيطة، هندهن كل حتة فيها كده عشان خاطر ايه تطلع معانا بكل سهولة. في ناس بقى بيحبوا يفردوا العجينة على المفرش، بس في الصينية يعني على طول اسهل. هي حبة ميورة تدهنها على طول في الصينية، تحطها على طول في الصينية بحيث تفردها كويس وتبقى كلها بسوا واحد. بس كده هنجيب الشوكة بتاعتنا تغرزها بقى كده عشان خاطر ما تنتفخش معانا.
لان برضو كل ما تسيبيها بتخمر، فهي كده ما تخليهاش تنتفخ معانا. هنجيب بقى الصلصة السريعة بتاعة البيتزا. بنجيب معلقتين صلصة جاهزة، عليها 3 معالق من صلصة الكاتشب، وبندهنها كده بالفرشة. في ناس بقى بيعملوها بطريقة تانية، بس دي اسهل طريقة يعني عملناها على طول. محبش بصراحة الصلصة بتبقى فيها كتير. لو كده دهنا الوش بتاعها بس كده. هنجيب بقى ايه في اللحمة بتاعتنا. طبعا اللحمة كنا عاملينها وحاطين فيها فلفل الوان، معصجينها مع بعض في القنا برضو هتلاقوها بس كده. وهنجيب بقى طبعا الفلفل الالوان برضو كنت مقطعاه شرايح، هنزوق بيه كده بس البيتزا. حسب ما انتوا حابين يعني، في ناس ما بتحبش الفلفل كتير. جبنا برضو زيتون اهو حطيناه معاكم. بس كده يعتبر خلصنا اول صينية. طبعا الصينية التانية برضو نفس الحوار هنعملها زيها بالظبط كده. خلاص هنجيب بقى العجينة التانية نحطها في الصينية التانية على طول، نفسها بالظبط، بس بدل اللحمة هنحط سوسيس. بصراحة الاتنين كانوا احسن من بعض، ما شاء الله تبارك الرحمن. هندهنها ببقية الصلصة بتاعتنا، يعني عاملة المكونات دي كده بمقدار صينيتين بالظبط. طبعا اللي عايز اكتر بيضاعف الكمية. هنرص السوسيس برضو والفلفل، حاول نديله كده ايه شكل كده. هنجيب برضو الزيتون بتاعنا. على فكرة ما خدتش وقت خالص، هو الفيديو معاكم بيطول بس هو ما خدتش وقت خالص يعني معانا. بس كده بنجيب بقى جبنة موتزاريلا، بس انا جايباها ميكس. اللي حابب بقى يجيبها ميكس يجيبها جبنة موتزاريلا لوحدها. انا جايباها ميكس جبن. هاخد رشة كده خفيفة على يعني مش خفيفة قوي، يعني حبة كده محترمين على وش البيتزا عشان تبقى جميلة. نحط في التانية برضو. طبعا كنا مولعين الفرن وبنحطها على الرف مش على الشبكة، لا بنحطها على الصاجة نفسها، لان طبعا دي بتاخد لون من تحت وبعد كده بنطلعها على الشبكة. يا دوبك اقل من دقيقة الوش بتاعها بس يعني يدي لون بسيط جدا كده. تمام طلعناها اهو من الفرن، ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا عاملة ازاي، جميلة جدا واخدت لون من تحت جوه كويس قوي. هنوريه لكم دلوقتي. ميورة بتقطعها اهي، تسلم ايدها. بصوا عاملة ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا لزقت معانا ولا اي حاجة خالص. كانت تحفة بجد يعني، تسلم ايدك يا ميورة. ادي التانية كانت باللحمة، دي بالسوسيس برضو هنطلعها معاكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا عاملة ازاي الظهر يعني مش محروق ولا اي حاجة، زي بتاعت بره بالظبط، بس دي معمولة بايدك وبنظافة. ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت تحفة وعجبت الاولاد جدا، وسهلة جدا ومكوناتها بسيطة قوي. ويعتبر ما خدتش وقت، يعني خدت وقت في التخمير بس، هي الساعة اللي خدتها، غير كده ما خدتش وقت خالص، ولا في الفرن ولا في اي حاجة. بصوا عاملة ازاي العجينة، ما شاء الله تبارك الرحمن، جميلة جدا طعمها حلو. وبألف هنا وشفا عليكم حبايبي.